السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. طبعا قبل اي حاجة احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة، ويا رب دايما كده نكون قد الثقة الغالية اللي انتوا بتدوها لنا، ودايما كده يا رب عند حسن ظن حضراتكم. بحب افكر حضراتكم ان احنا دايما بنستنى منكم الدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجي لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. بحب كمان افكر حضراتكم ان احنا بنستنى منكم في كومنتاتكم الجميله تقولوا لنا ارائكم اللي بتسعد قلوبنا في الوصفات اللي احنا بننزلها عندنا على القناه، وتقترحوا كمان علينا اسامي وصفات او اكلات جديده نقدر نطبقها سوا مع بعض بشكل بسيط وتكون في متناول الجميع باذن الله. تعالوا بقى النهارده مع بعض نعمل حلويات كده حلوه جدا، شتويه برضو، هتدفينا في الجو الساقع اللي احنا فيه دوت. هنعملها النهارده من الشعريه. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف المقادير بتاعتنا النهارده عامله ايه. معايا النهارده للحلويات بتاعتي هنعملها من الشعريه زي ما احنا قلنا، وهنعمل لها صوص كراميل حلو جدا جدا جدا. المقادير بتاعتنا النهارده بتقول ايه؟ معايا كوبايه واحده بس من الشعريه، ومعايا هنا كوبايتين من الحليب، وكوبايه من الميه، معلقتين كبار من السمنه، ومعايا كمان معلقتين من النشا، ومعايا هنا هو جوز هند، ومعايا هنا سكر، نص كوبايه من السكر، ورشه فانيليا. ده بالنسبه كده للشعريه. بالنسبه بقى للكراميل بتاعنا هنعمله، هنقول مقاديره بس لما نشتغل ان شاء الله في الشعريه بتاعتنا الاول ونشوف هنعملها ازاي. معايا هنا بقى كده حله على النار، انا حطيتها بس يا دوبك تسخن. هعلي بس عليها النار سنه، وهنزل عندي بعده على طول بالسمنه. انا النهارده هنا حاطط زبده وسمنه بلدي، فانتوا المتاح عند حضراتكم مشوا بيه. ممكن سمنه عاديه وممكن زبده بس، او ممكن سمنه بلدي بس، المتاح مشوا بيه. اول ما هتنزل عندي كده الماده الدهنيه وتسيح، هنزل على طول عندي بالشعريه علشان تتحمر. واحنا بنحاول قدر الامكان نعمل بحاجات متوفره عندنا في البيت، نعمل منها حاجات حلوه. مش شرط ان احنا نشتريها من بره او نشتري حلويات من بره بالغالي، احنا ممكن باي حاجه عندنا في البيت نعمل وصفه حلوه تتاكل في الجو الشتوي اللي احنا فيه دوت، وهتبقى حلوه جدا جدا وهتعجب اي حد موجود في البيت عند حضراتكم. هنزل عندي بالشعريه زي ما حضراتكم شفتوا كده، وهدني اقلب فيها، مش مش هنساها على النار عشان ما تتحرقش. احنا عايزينها كلها تاخد اللون الذهبي حلو، بحيث ما يبقاش فيه واحده غامقه وواحده فاتحه. هقلب فيها كده زي ما حضراتكم شايفين. وكمان الحلو في الوصفه دي ان احنا بنعملها بكوبايه واحده بس من الشعريه، وبتدينا كميه حلوه. هنقدمها برده بشكل حلو باذن الله. وزي ما احنا قلنا مفيش بيت ما فيهوش شعريه، فاحنا ممكن من الشعريه نعمل حاجه حلوه نقدر ناكلها. احنا عملنا قبل كده عندنا على القناه من الشعريه برده وصفه حلوه جدا، وكانت طعمها في منتهى الروعه. فالشعريه مش بس ان احنا بندخلها في الرز او نعملها شعريه بالسكر او باللبن، لا احنا ممكن نعمل منها حاجات كمان زي اللي حضراتكم هتشوفوها النهارده كده. انا بعد انا اقلب فيها كده لحد ما توصل للون اللي احنا عايزينه، ونرجع قبل ما احط عليها باقي الحاجات هوريها لحضراتكم. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما حمرت كده بقى الشعريه بتاعتنا وبقت باللون اللي حضراتكم شايفينه ده، لون الجلد اللي حضراتكم شايفينه ده. مش هنزود عليها اكتر من كده. هديت عليها النار وهنزل عليها بكوبايه الميه اللي عندي، كوبايه واحده بس من الميه. تمام، احنا مهدين النار. هعلي النار شويه وهسيبها لحد ما تتشرب الميه بتاعتها دي خالص وتستوي عندي او تبتدي تخش في السوى. ولو الشعريه بتاعتنا شربت معانا كوبايه الميه ولقيناها لسه محتاجه ان هي عايزه ميه تاني، هزود لها كمان نص كوبايه ميه. احنا عايزينها تكون مستويه بنسبه 70 80% بالكتير قوي تكون مستويه عندنا، لان احنا هنسيبها شويه لما نضيف عليها اللبن تكمل سواها في المرحله دي. فاحنا عايزين الشعريه بتاعتنا تكون مستويه بنسبه 70%. انا هنا لما حطيت كوبايه الميه لقيتها ان هي شربتها، فهضطر ازود نص كوبايه ميه تاني مع حضراتكم. ولما بنيجي نزود يا جماعه ميه هنزود ميه سخنه مش ميه ساقعه. هنزل عليها كمان نص كوبايه ميه، وهي دي بقى اللي هتسوي لي الشعريه بتاعتنا. يبقى احنا هنا حطينا كوبايه واحده من الشعريه، حطينا عليهم كوبايه ونص من الميه، ومش هننزل بالكوبايه ونص مره واحده، هننزل بالكوبايه واحده بس الاول، وبعد كده لو لقيناها شربت الميه بتاعتنا ولسه ما استوتش هزود الميه الباقيه. هاجي عندي بقى في المرحله دي وهحط شويه من السكر اللي عندنا، مش هحطه كله لان الباقي هحطه مع اللبن. نزلت بس بشويه من السكر
وههدي عليها النار لحد ما تدخل عندنا في السوى. وفي الفتره اللي هي تكون بتستوي فيها دي انا عندي كوبايتين من الحليب وعندي معلقتين من النشا. هحط الحليب على النشا او هحط النشا على الحليب واقلبهم كويس عشان لما اجي انزل بيه على الشعريه بتاعتي النشا بتاعنا ما يكلكعش. هعلي بس عليها النار سنه صغيره واسيبها لحد ما زي ما احنا قلنا كده مع حضراتكم الميه دي تتشربها، تحسوا ان هي بقت زي الرز كده، شبيهه بالرز. هنا هعرف ان الشعريه عندي كده خلاص استوت بنسبه 80%، ونبتدي نكمل باقي الوصفه بتاعتنا. انا كده هنا مهدي عليها النار وهسيبها، بس برده مش هغفل عنها، هداني اقلب فيها كل شويه لحد ما تستوي او احس انها دخلت عندي في السوى. لحد ما تستوي هفصل مع حضراتكم اقلب النشا مع اللبن ونرجع نشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه كده بعد ما الشعريه بتاعتنا اتشربت الميه اللي فيها ودخلت زي ما قلنا لحضراتكم في السوى بنسبه 70 او 80%، بقت عندنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هعمل ايه بقى عندي في المرحله دي؟ هاجي عندي هنا بكوبايتين اللبن مع معلقتين كبار من النشا، واحنا هنا بنعاير يا جماعه المقادير كلها بكوبايه واحده، يعني نفس الكوبايه اللي عيرت بيها اللبن هي اللي عيرت بيها الشعريه، يعني كوبايه الشعريه هي اللي عيرت بيها الميه، هي نفس الكوبايه. هنزل بقى عندي كده باللبن مع النشا، كوبايتين من اللبن معاهم معلقتين كبار من النشا، وهقلب عندي الكلام ده كله كده مع بعض. لكم ان تتخيلوا الريحه اللي انا شاممها مش عايز اقول لكم، في منتهى الروعه والجمال. الشعريه لما بنيجي نحمرها احنا اصلا للرز بسمنه عاديه بتبقى مديه طعم بتقلب ريحه البيت، فما بالكم بقى ان احنا حاطين سمنه بلدي او زبده وكمان بنحمرها بتدي ريحه فظيعه. نزلت بقى عندي بقى الكميه بتاعتي من السكر، وهنزل هنا بمعلقه كبيره من جوز الهند، ودي اختيار يا جماعه مش اجباري، يعني مش عايز ما يحطش. وهنزل عندي كمان برشه واحده من الفانيليا، مش كتير عشان ما تمرريش الحلويات بتاعتي. وهقلب بقى الكلام ده كله. بص هي اصلا اول ما حطينا بقى الحاجات بدات انها تتماسك، النشا بدا يتماسك مع المهلبيه وهو ده مع اسف مع الشعريه، وهو ده اللي احنا عايزينه. الريحه بقى جوز الهند مع اللبن لا ريحه فظيعه. هقلب بقى عندي الكلام ده كله لحد ما تبتدي انها تتماسك شويه، وبعد كده هنحطها في الاطباق بتاعتنا، وبعد كده نعمل بقى ايه الصوص بتاعنا او صوص الكراميل بتاعنا اللي احنا هنزين بيه. هقلب كده، هدنا اقلب فيها مش هننساها، هي احنا بنتعامل معاها بقى هنا ايه معامله المهلبيه شويه. ما ينفعش ان احنا نسيب المهلبيه او البشاميل عشان ما يكلكعش، واحنا حاطين نشا وهي اصلا الشعريه فيها نشا، فيعني عشان كده احنا مش مكترين نشا في اللبن. احنا حاطين على الكوبايه معلقه واحده بس مساح، معلقه واحده مساح كبيره من معالق الاكل حاطينها على الكوبايه اللبن الواحده. يبقى احنا حطينا هنا ايه، حطينا معلقتين كبار من السمنه، نزلنا فيهم بكوبايه من الشعريه اتحمرت، بعد كده نزلنا بكوبايه ونص من الميه، نزلنا بكوبايه الاول وبعد كده نزلنا بنص كوبايه الميه الثانيه لما الشعريه بتاعتنا احتاج. بعد كده لما دخلت عندي في السوا بنسبه 70 او 80%، رحت جايب كوبايتين اللبن حطيت عليهم معلقتين من النشا وقلبت كويس، وبعد كده رحت نازل بيهم على الشعريه بتاعتنا، ونزلت بمعلقه كبيره من جوز الهند ودي اختياري مش اجباري، ورشه واحده من الفانيليا، وكملت باقي السكر. والسكر هنا على حسب الرغبه، اللي بيحبها مسكره زود سكر، بس انا هنا مش مزود سكر قوي لان احنا هنعمل صوص كراميل من فوق الوش فمش هحتاج سكر كتير. خلاص هي كده عندي تماسكت، انا مش عايز يعني اشد عليها اكتر من كده لان هي لسه اول ما تنزل كمان هو كمان الشعريه بتاعتنا غليت سن عشان ما احسش بطعم النشا فيها، ان احنا كمان لسه هنحطها في الاطباق تهدى شويه فهتمسك معايا عن كده. هطفي عليها وبعد كده هاجي لحضراتكم واحنا بنصبها في الاطباق ونشوف مقادير الصوص الكراميل بتاعنا. خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني كده يا جماعه بعد بقى ما صبينا الشعريه بتاعتنا في البولات بقت عندنا بالشكل ده، وناخد بالنا واحنا بنصب ما نملاش الطبق او الكاسات اللي هنحط فيها للاخر. احنا عندنا يعني حاجتين من التقديم، يا اما نحطها في كاسات صغيره زي كده، يا اما في طاجن بايركس كبير هنحطها فيه مره واحده، وهنا لما بتبرد ممكن نقطعها عادي قطع بالسكينه، بس انا بفضل ان احنا نقطعها كده بولات، نحط نرصها كده بولات افضل، يعني كل واحد يبقى البوله بتاعته معاه. هعمل ايه بقى الصوص عندي الكراميل بتاعي المقادير بتاعته ايه؟ معايا هنا اهوت كوبايه الا ربع من السكر، ومعايا معلقه صغيره من السمنه، سمنه او زبده، سمنه بلدي او زبده، هي ممكن نحطها ممكن لا، هي بس بتديني طعم حلو. مش متاحه ومش متوفره بلاش منها.
ومعايا هنا اهوت معلقه كبيره من النشا، ومعايا كوبايه، نص كوبايه من اللبن، ونص كوبايه من الميه مغليه، ومعايا كمان هنا معلقه صغيره خالص من نسكافيه البلاك. اختياري، حابين تحطوه حطوه، مش حابين لا، بس هو برده بيديني طعم حلو جدا الوصفه بتاعتنا. ومعايا كمان جوز هند دوت هنزين بيه من فوق الوش. متاح متاح مش متاح بلاش منه، هي اصلا ما بتحتاج، مش بتحتاج حاجه تزينها من فوق الوش، بس احنا بنحطه حاجه كماليه يعني. هنيجي بقى هنا عندنا في طاسه على النار، انا حطيتها تسخن شويه. هنزل على طول عندي بالسكر، ولما اجي انزل بالسكر ما انزلش بيه كله في حته واحده، هنوزعه كده زي ما حضراتكم شايفين في الطاسه بتاعتنا. وهعلي عليه النار سنه مش عاليه قوي، يعني لما اجي احط السكر بتاعنا في النار ما نعليش عليه النار قوي علشان ما يتحرقش مننا. والكراميل يا جماعه من الحاجات السهله جدا اللي ممكن نعملها في البيت، بس الناس بتخاف ان هو يتحرق منها، ويتحرق مننا لو احنا حطيناه على نار عاليه قوي، وفي نفس الوقت قعدنا نقلب فيه كتير عمال على بطال بمعلقه، فده بيخليه يسكر مننا. احنا بس ناخد بالنا ان احنا نحطه ونسيبه. اول ما يبتدي عندنا يسيح من الاحرف، هبتدي ان انا اهز الطاسه بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها كده. وبعد كده اول ما ابتدي بقى الاقيه يسيح، ابتدي هنا ادخل المعلقه واجيب يعني من بره لجوه، ادخل اللي بره لجوه واطلع اللي جوه لبره، وهكذا. تمام. هو عندي هنا ابتدى ان هو يسيح من الجنب هنا اهو. عشان كده احنا دايما بنحاول قدر الامكان واحنا بنشتغل في الكراميل او نكرمل السكر عامه، بنحاول قدر الامكان ان احنا ما نقلبش فيه كتير. انا يا دوبك على قد ان انا اهز الطاسه بس كده، مش تقليب بمعلقه. ويفضل طبعا الطاسه اللي احنا بنعمل فيها او الحله اللي بنعمل فيها تكون تيفال، علشان ما تلزقش معانا السكر. طب يا جماعه، طب انا مش عندي تيفال، مش هينفع؟ ينفع عادي في الالومنيا، بس ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنشتغل فيها. هنا ابتدى عندي يمسك هنا من الجنب ده او يسيح خلاص. هبتدي هنا بقى في المرحله دي ان انا اتدخل بمعلقه او سباتشولا زي ما حضراتكم شايفين كده. هجيب بس اللي جوه بره واللي بره جوه. شايفين هو ابتدى يسيح عندي بالراحه كده، واحده واحده، عشان ما يسكرش مننا. ويا جماعه لما بنيجي كمان الكراميل مش عايزين ناخد لون بني قوي عشان ما يبانش معانا ان هو محروق او ما يمررش، لان احنا حاطينه تزيين من فوق. هبتدي بقى كده خلاص ان انا ادخل بالمعلقه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا كده انا في الامان. هبتدي بقى اقلب فيه زي ما حضراتكم شايفين كده. ههدي النار عندي سنه علشان طبعا ما يتحرقش مني من الاحرف. ونقلب كده بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. هدينا النار عليه شويه ونكمل فيه تقليب. شايفين عندنا بدأ يسيح ازاي؟ بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. هو من اسهل الحاجات اللي ممكن تتعمل، بس احنا بس ايه، نجمد قلبنا شويه. طبعا لو كنا اشتغلنا فيه من الاول خالص بالمعلقه كان هيحبب معانا ويسكر معانا وما كانش هيدوب بسهوله، غير لما هتلاقوا لونه بدأ يتحرق عندي وهو لسه فيه السكر بتاعي لسه ما مسحش كله. هنا ابتدى عندي يدوب كله خالص اهو. وناخد بالنا يا جماعه واحنا بنشتغل في السكر، لسعته وحشه جدا جدا جدا، تاخدوا بالكم انتوا بتشتغلوا فيه. ايا كان بقى الحلويات دي، الكراميل حاجه تانية، الكريم كراميل، اي حاجه. هقلب عندي بالطريقه دي كده. خلاص هو ابتدى عندي كله يسيح، يعني في حاجه بسيطه كده اهي، وخد كمان اللون اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزينه يتحرق اكتر من كده. شايفين اللون اهو، هو ده اللون بتاعه. طبعا هي الطاسه من جوه غامقه فممكن تكون مش مبينه لحضراتكم اللون، بس لما نيجي نحطه او نصبه على الحلويات بتاعتنا هتشوفوا شكله بقى عامل ازاي. خلاص كده هنا عندي انا السكر كله ده تماما، ما عادش فيه عندي اي حاجات متكتله ولا اي حاجات مسكره فيه. هبتدي بقى هنا عندي ان انا انزل بالميه. وهنا احنا قلنا ليه الميه تبقى سخنه؟ علشان الخطوه اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي دي. هوطي خالص عندي النار، ولما نيجي نحط يا جماعه نبعد شويه عن السكر. شايفين؟ عشان كده احنا قلنا نحط الميه بتاعتنا سخنه علشان ما ياخدش وقت بس معانا
على النار زياده ولونه يغمق مننا اكتر من اللازم. هو اول ما بيغلي شويه بتلاقوا كل السكر ده فك، وبقى عندنا بيدي لون الكراميل العادي بتاعه. شايفين بدأ عندي يفك خالص والقفشه اللي فيه تروح تماما. هعمل ايه بقى عندي في المرحله دي؟ هنزل عندي على طول اول ما السكر بتاعي يسيح شويه دول اللي هم لسه جامدين دول، هنزل عندي هنا اهو. تعلي بقى النار خلاص. انا المرحله اللي انا كنت عايزها او خايف منها خلاص، اللي هي ان هو يطرطش او يلسعنا يعني بمعنى اصح. خلاص كده هبتدي اعلي بقى عندي النار علشان ما يقفش مننا. بس كده خلاص بيسيح عندنا خالص اهو. وانا يعني قلت ان انا اعمله مع حضراتكم ما افصلش علشان يبقى قدامكم خطوه كامله يعني. نسيح بس دي تمام كده. هنزل بقى عندي في المرحله دي بمعلقه السمنه، وزي ما احنا قلنا دي يا جماعه اختياريه، مش موجوده ممكن ما نضيفهاش، مش هتفرق معانا في اي حاجه، هي بس بتطعم لي الصوص بتاعي او الكراميل بتاعنا. خلاص عندي هنا بقى كده غيري خلاص. هنزل بقى عندي باللبن مع النشا، هقلبهم بس على بعض بره. زي ما عملنا بالظبط في الشعريه بتاعتنا هنعمل هنا، هنقلب اللبن مع النشا برضه. ممكن نص كوبايه الميه اللبن دي يا جماعه نستبدلها بميه، ممكن عادي تنفع، مش هتفرق معانا في حاجه برضه. احنا بس هي كلها ايه، طالما موجود خلاص، مش موجود نعمل ببديل على طول، مش هتقف قدامنا حاجه يعني. قلبت هنا بقى عندي كده النشا مع اللبن بتاعنا، وهنزل على طول عندي في الكراميل بتاعنا. هنزل كده بقى عندي في الكراميل بتاعي ده بس، وهقلب فيه لحد ما يتماسك معانا ويبقى كراميل يعني. هفصل بقى مع حضراتكم لحد ما يوصل للقوام اللي احنا المفروض عايزينه، وهرجع اوريه لحضراتكم قبل ما نصب على الحلويات بتاعتنا. خليكم معانا. ورجعنا تاني يا جماعه كده بعد ما طفينا على الصوص بتاعنا. اول ما طفيت عليه حطيت معلقه النسكافيه البلاك، وزي ما قلنا مش متاح، ممكن نحط فانيليا، حاجه بس تديني طعم للصوص بتاعنا. بقى عندي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وبالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. احنا مش عايزينه اتخن من كده ولا اخف من كده. هعمل بقى ايه عندي دلوقتي وهو سخن كده؟ هجيب عندي معلقه وهاخد كده عندي بالمعلقه وانزل على الشعريه بتاعتنا من فوق زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا قلنا لو في بايركس هننزل بقى بالكميه كلها مره واحده على الشعريه بتاعتنا من فوق، وبتبقى طعمها ولا اروع. الصوص اصلا طعمه صوص الكراميل بالنسكافيه فظيع فظيع فظيع. وبعد بقى ما هرص عليها كده اهو زي ما احنا قلنا بقى، ممكن جوز الهند كده اختياري شويه في النص كده زي ما حضراتكم شايفين. اللي مش عايز بلاش، دي حريه شخصيه. ممكن نحط سوداني، ممكن نحط فستق، ممكن نحط اي حاجه من فوق الوش المتاح عندنا نعمله، مش هنقيد نفسنا بحاجه. احنا قلنا الموجود في البيت هنعمل بيه اي حاجه عندنا في البيت، هنطلع منها حاجه حلوه او اكله كويسه نقدر نستفيد بيها. اتمنى كده بقى هكمل بقى الكميه لوحدي. اتمنى كده ان شاء الله الحلويات بتاعتنا النهارده تكون عجبتكم. استنى تكتبوا لنا في الكومنتات الجميله بتاعتكم جربتوها ولا لا، وعجبتكم ولا لا. وما تنسوناش بالدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله، ومع السلامه.